مغرب انتليجنس في خبر دائما حصري. قالت مغرب انتليجنس أنه استقرار العديد من الأثرياء الجزائريين بالمغرب يثير الرعب وسط النظام الجزائري. قالت مغرب انتليجنس: حذر تقرير استخباراتي رفع إلى القصر الرئاسي بالمرادية من خطر جديد. هذا التقرير قال هذا خطر يهدد الأمن القومي، محددا إياه في استقرار العديد من الأثرياء الجزائريين بالمغرب بعدما نجحوا في الفرار من بلادهم منذ عام 2019 بسبب خلافاتهم مع النظام الجديد. وأنا متحفظ على هذا المصطلح لأنه نظام واحد، نظام تبون شنقريحة، الذي استولى على الحكم عقب انتخابات أو مسرحية 12 ديسمبر 2019. يتعلق الأمر، تقول مغرب انتليجنس، برجال أعمال أو أفراد من عائلتهم أجبروا على مغادرة البلاد على عجل حتى لا يتعرضوا للآلة الانتقام القضائي التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتعقب الشبكات الاقتصادية والتجارية التي كانت ترتبط بعهد الرئيس أو حكم عبد العزيز بوتفليقة. حتى عام 2022 تقول مغرب انتليجنس كان هؤلاء الأثرياء يقيمون بشكل رئيسي في فرنسا أو إسبانيا أو الإمارات العربية المتحدة، لكن منذ عام 2023 اكتشفت المخابرات الجزائرية أن العديد من الهاربين توجهوا إلى المغرب لاستثمار جزء من مدخراتهم أو الحصول على إقامات فاخرة في أرقى مدن المغرب كمراكش والدار البيضاء أو طنجة. ووضعت تقرير الاستخباراتي، تقول مغرب انتليجنس حسب المصادر نتاعها طبعا، قائمة أولية بالشخصيات التي يفترض أنها زارت المغرب لبحث وضع جزء من ثرواتها في المملكة أو من خلال الارتباط بمقاولين مغاربة حققوا نجاحات في الخارج. تضم هذه القائمة أبناء مدراء تنفيذيين سابقين لكبرى شركات الدولة الجزائرية، رجال أعمال أصبحوا أثرياء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتتنوع أو تتوزع أنشطتهم في مجالات العقار، الاستيراد والتصدير، المواد الأولية أو الصناعات الصيدلانية أو تجارة السلع الفاخرة. يفيد التقرير، تقول مغرب انتليجنس، أن الأثرياء المعنيين الذين تقدر ثرواتهم بعشرات الملايين من الدولارات يجذبهم المغرب الذي فتحت طبعا سلطاته بسخاء كل الأبواب أمام هؤلاء اللاجئين المترفين الباحثين عن مأوى هربا من تهديدات السلطة الجزائرية. تقول مغرب انتليجنس علما أن العديد من هذه الشخصيات أصبحت مستهدفة بأوامر اعتقال دولية أصدرتها السلطات القضائية الجزائرية. وعن التقرير أو عبر التقرير الاستخباراتي عن مخاوفه من أن يخصص هؤلاء الأثرياء الهاربون جزءا من أموالهم الكبيرة طبعا لأنشطة، حسب التقرير الاستخباراتي، لأنشطة تخريبية ضد بلادهم الأم أو الانخراط في أعمال سياسية أو إعلامية معادية للنظام الحاكم في الجزائر، خصوصا عشية الانتخابات، تقول مغرب انتليجنس، المزمع إجراؤها في ديسمبر 2024. النظام الحاكم في الجزائر الذي يعتقد أن عدوه يعني المغرب يعتمد استراتيجية أو إطلاق هذه الاستراتيجية مع سبق الإصرار ليجلب كل الأثرياء الذين فروا من الجزائر بحثا عن فضاء يشجع عن العيش والازدهار. وتتسبب هذه الاستراتيجية المفترضة حسب مغرب انتليجنس في صداع مؤلم لرؤوس حكام الجزائر الذين يتخوفون من احتمال تأسيس جبهة من المعارضين الأغنياء انطلاقا من المملكة. هذا ما جاء في المقال الذي نشر بموقع مغرب انتليجنس حول قرار بعض من الأثرياء الجزائريين الاستثمار أو الاستقرار في المغرب، وهذا الأمر الذي يثير مخاوف النظام الحاكم في الجزائر عبر تقرير استخباراتي رفع إلى السلطات العليا في البلاد.